طول عمرنا من واحنا صغيرين لما بنيجي نهتم بالانجليزي بتاعنا بنعمل ايه؟ اول حاجه روح احفظ كلمات كتير عشان الانجليزي بتاعك يبقى اقوى. وللاسف في المستقبل بتعرف ان الكلام ده غلط، لانك اول لما بتيجي تتكلم مع اي حد اجنبي ايه اللي بيحصل؟ اول شكوى الناس بتقولها بحس ان كل الكلمات اللي اعرفها في الانجليزي طارت اتبخرت من دماغي. دايما بقول لما قعدت طول عمري بحفظ كلمات ما حصلتش اي حاجه، لما قعدت سنه واحده بس من عمري بحفظ جمل ساعتها الحمد لله شغلتي بقت مترجم. بس حد هنا بقى فيكم يا شباب يعرف ليه اسلوب تعليم الكلمات ده اسلوب فاشل في تعليم اي لغه؟ خد الدليل. كل اللي هنعمله هنا يا شباب ان احنا هنجيب التفاحيه دي. التفاحيه دي اعتبرها هي كلمه cold يعني بارد، صح؟ ارميها. ده اترمت في دماغك او في ذهنك من وانت صغير، زي ما انت شايف كده بقت ايه على سطح الذاكره. مجرد ما تتكلم مع اي حد بالانجليزي يجي على دماغك انك عندك برد هتقول له I have a cold، انا عندي برد. تقعد بقى مع الزمن تحفظ كلمه fever، تحفظ كلمه flu، وزود كمان كام كلمه عن البرد. ايه اللي حصل هنا؟ الكلمات الزياده اللي انا حطيتها دول نزلوا تحت في الذاكره في منطقه مظلمه. بقى كل ما تيجي تتكلم مع اجنبي مش هتفتكر غير الكلمه اللي فوق، الكلمه اللي على السطح، اللي اول ما بتفكر في كلمه برد بتيجي على بالك. دول انت عارفهم، هتسمعهم هتعرفهم، لكن تتكلم بيهم للاسف مش هيجوا على ذهنك في المحادثه. وبكده هنا يا شباب الفكره ما بقتش في انك تحفظ كميه كلمات كتير. احفظ براحتك اهو. بص الحفظ بيروح فين؟ بيقع تحت. حفظك للكلمات موجود في منطقة في الذاكرة مش هيستخدم في المحادثة. لا، دي بقت الفكرة هنا في إعادة تنشيط الكلمات أصلا اللي احنا عارفينها عشان نخليها على السطح كده، وأول ما نتكلم نفتكرها على طول. عشان كده يا شباب بنقولها للمرة المليون، هتحفظ كلمات كتير هتروح فين؟ في النفق المظلم بتاع دماغك، مش هتفتكرها. هتفتكر مين؟ الكلمات النشطة جدا اللي بتيجي على بالك لحظة ما تحتاجها على طول. وعشان كده يا شباب لما تقابلوا اي كلمة جديدة مثلا زي دي ما تخليهاش وحيدة كده، جوزها. يعني حطها في جملة. لما تحفظها في جملة ايه اللي هيحصل؟ الكلمة الواحدة ليها وظائف كتير، يعني كذا استعمال. مجرد ما تحفظها في جملة فانت عرفت استعمالها امتى في المحادثة، هتطلع على دماغك وهتكون على الحرف، هتستعملها في ثواني. على سبيل المثال تعالوا ناخد كلمة run. كلنا عارفين ان كلمة run يعني يجري، بس انت هنا بقى لو بتتكلم مع حد اجنبي وعايز تقول له والدي يدير عمله الخاص، هتقولها له ازاي بالانجليزي؟ فهتقعد تفكر والدي my dad يدير يعني ايه؟ دي جاي من اداره مانجر. طب اقولها ازاي دي؟ ليه؟ بكل بساطه انت لو كنت تعرف ان كلمه run تيجي بمعنى يدير كنت ساعتها هتقول run in his own business، والدي يدير عمله الخاص، وبكده الموضوع انتهى. لو قلت لك هنا برضو ان القطر بيعمل في الاجازات فقط هتقولها ازاي؟ هتقعد تفكر ان كلمه يعمل يعني work. وليه؟ بكل بساطه برضو كلمه run تقدر تحل لنا الازمه دي كلها. The train only runs at weekends، القطار يعمل فقط في الاجازات. ايه ده؟ ايه السهوله دي؟ ايوه الانجليزي اسهل مما تتخيلوا يا شباب. الفكره هنا ان كلمه run لو انت كنت عارف وظائفها صح كان زمانها حلت لك مشاكل كتير جدا، تقدر تحل لك محل اصعب الكلمات الموجوده عندك في الانجليزي والمجعلصه دي. يعني يا صديقي من كل الرغي اللي انا قلته ده تستفيد ايه؟ لو قابلت اي كلمه جديده خليك كريم، ما تسيبهاش لوحدها كده، روح جوزها. يعني حطها في جمله. طب معلش يا اسلام انا هالف الجمله من دماغي؟ لا، من الحلول الجميله جدا اللي ممكن تعملها هنا تخش على موقع ريفيرسو، تكتب كلمه، تقول له انا بحفظ كلمه سبايس. ممكن يكون كل خلفيتك عن الكلمه دي لما بتقول ان الاكل ده سبايسي، حراق، يعني في توابل كتير، صح؟ بس هنا بقى لما تروح تكتب الكلمه دي على الموقع هيروح يعمل لك يجيب لك الكلمه دي في وسط السياق ازاي اتقالت في المشاهد المختلفه من الافلام. يعني مثلا ممكن يجيبها لك في مشهد زي ده. Are you trying to spice things up? Are you trying to spice things up? Are you trying to spice things up? هل انت بتحاول تشعل الامور، يعني تحط على الموضوع شويه توابل كده عشان يشعلل؟ وده الاسلوب اللي احنا بنتبعه في قناه انجليزي شوارع من الافلام. على قد ما بنقدر بنحاول ناخد الكلمات القديمه اللي احنا عارفينها اصلا ونوظفها ونحطها في وسط سياق صح نقدر نتكلم بيه، زي ما عملنا مثلا في كلمه زي دي. I'm turning 18. يا شباب turning بتيجي مع السن تاني. I'm turning 25 this year. يلا كل واحد فيكم يصنع جملة مفيدة ويقول أنا هيتم سن إيه وإمتى. I'm turning 30 this October. What? I'm turning 30 this October.
باختصار يا شباب، علشان تقدروا تتكلموا بطلاقة مع أي حد بالإنجليزي مش شرط الإنجليزي بتاعك يكون حاجة كده خرافية وبتستخدم كلمات معقدة وصعبة جدا، ده أنت ممكن تتحط في أصعب المواقف وتتكلم بأبسط إنجليزي ممكن. تعال أحطك في أرض الواقع وأحطك في موقف مباشر دلوقتي. أنت بتتكلم مع شخص أجنبي وفجأة الصورة علقت، النت ضعيف والصورة علقت وبقت صورته ثابتة. إزاي توصف له إن الصورة بتاعته ثابته ما بتتحركش؟ هنا بقى المطلوب منك انك توظف الكلمات اللي انت اصلا عارفها، ما تروحش تقول هو كلمه يعلق يعني ايه يعلق. طب وليه ما تخش على السهل الممتنع وممكن تقول ان صورتك متجمده زي ما حصل في المشهد ده. Louisa. Yeah, her screen is frozen. Yeah, her screen is frozen. وهو ده السهل الممتنع. كلمه فروزن هنا يعتبر كلنا عارفينها، جت اتدخلت حلت لك موقف صعب جدا ما كنتش عارف ازاي تعبر عنه. عشان كده قبل ما تفكر تتعلم كلمات جديده فكر الاول انك توظف كلماتك القديمه، ولو قابلت جديد اتعلمه صح، يعني على طول اتعلم الكلمه ووظفها في جمله او احفظها في جمله علشان تثبت وتكون الكلمه دي هي اول حاجه تيجي على بالك لما تتكلم مع حد بالانجليزي. بلاش تتعلموا كلمات ميته، عيدوا تنشيط كل القديم، طلعوا كل البيض اللي تحت ده فوق وهتلاقوا الانجليزي بتاعكم اختلف تماما ان شاء الله تعالى. طبعا الشباب الجميل قبل ما نقفل استاذنكم ما تنسوش اللايك علشان الناس كتير بتنسى، وتابعوني على قناه انجليزي شوارع من الافلام، سايب لكم الرابط تحت في اول تعليق. لا اله الا الله.